من رجال الكويت المعدودين ومحسنيها المكرمين الأمير بن الأمير المحسن عبد الله مطلق المسيلم رحمه الله تعالى، والذي ولد في الجهرة في سنة 1921. ولقوة العلاقة بين أسرة الصباح وقبيلة الرشايدة، فإن الشيخ أحمد الجابر الصباح حاكم الكويت آنذاك طلب من والده مطلق المسيلم رحمه الله تعالى أن ينتقل من الجهرة إلى قصر دسمان. قال له يا طويل العمر أنا شيخ قبيلة ومعي أكثر من 90 بيت، قال انقلهم كلهم. فانتقل أكثر من 90 بيت مع أميرهم مطلق المسيلم رحمه الله تعالى، وسكنوا في قصر دسمان وبجوار قصر دسمان. نشأ الشيخ عبد الله مطلق المسيلم رحمه الله تعالى صالحا متدينا محبا لوطنه. أثناء تهديدات عبد الكريم قاسم في سنة 1962 طلب منه الشيخ عبد الله السالم أنه يجهز ربعه وجماعته، لأنه كان مسؤول عن 25 مركز هجانة في المنطقة المحايدة، فجهزها المراكز بما فيها من الرجال. فأرسل له عبد اللطيف الثويني بالمؤونة الغذائية لهذه المراكز، فكان يأخذ منها حاجته، وأغناه الله عن المال الحرام، كان يرجع له الزايد. فأرسل له كتاب شكر لأمانته ورعه وتدينه رحمه الله. كان رحمه الله تعالى صالحا متدين، لا تجده إلا في الصف الأول يتلو كتاب الله آناء الليل وأطراف النهار، كثير الصوم، صوم التطوع، يحرص على الإكثار من العمرة والحج، يحرص على الإكثار من سؤال أهل العلم والفضل. وإذا دخلت العشر الأواخر فلا تجده إلا معتكفا لا يخرج من معتكفه أبدا. يكاد يكون أمير قبيلة الرشايدة في الكويت الشيخ عبد الله مطلق المسيلم رحمه الله من أكثر أهل الكويت صدقة وإنفاقا، له أكثر من 250 يتيم يرسل لهم كفالاتهم الشهرية، له العديد من المجمعات السكنية داخل وخارج الكويت جعلها وقفا في سبيل الله، وجعل ريعها على العديد من المشاريع الخيرية. هناك مسجدان كبيران، مسجد أبو بكر الصديق ومسجد عمر بن الخطاب، أكبر مسجدين في محافظة الجهرة، بناهم المحسن عبد الله مطلق المسيلم رحمه الله، ورفض أن يضع اسمه على هذين المسجدين. كان يتلثم ويدور في بعض طرق منطقة الفروانية ويوزع الزكوات والصدقات بدون لا أحد يدري عنه. كان يسافر إلى فلسطين